الألوان هي واحدة من الديزاين فاندمنتالز أو من أسس التصميم، عنصر قابل ان هو يعبر عن قصة او معنى ويدي احساس ورسالة. لو فكرت فيها هتلاقي ان في الاخر كل العناصر اللي احنا بنستخدمها في التصميم عبارة عن الوان محطوطة في شيب معين. لما حد بيجي يتكلم عن عناصر التصميم الاساسية بنقسمهم لشيبس وصور وتايبوجرافي، بس في الاخر التايبوجرافي والصور لو انت بسطتهم لمستوى بدائي جدا هم في الاخر مجرد برضو شيبس، بس شيبس معقده شويه. فيكتور وراستر وتايبوجرافي كلهم في الاخر اشكال وبنديلهم اهتمام كبير جدا. وما تفهمنيش غلط، احنا برضو بنهتم جدا بالالوان، دي حاجه اساسيه بالنسبه لنا، بس لو قارنت كميه اهتمامنا بالالوان بكميه اهتمامنا بالقوالب بتاعه الالوان هتلاقي ان الالوان مظلومه شويه، مع انهم فعليا الحاجتين بنفس الاهميه. بس هتلاقي ان ممكن مثلا لكل فيديو او كتاب بيتكلم على الالوان والسيكولوجي بتاعتهم وتفاعلهم مع بعض تلاقي 1000 فيديو 1000 كتاب بيتكلم عن الفيكتورز والراستر والشيبس والتايبوجرافي. وهنا بيجي هدف السلسله دي، وهو اني اتعلم واوعي نفسي واعلمكم معايا عن الساينس اوف كلر والعالم الواسع جدا بتاعه. عشان كده انا اخترت 3 كتب عن الالوان، وهيبداوا بينا من نظريات وفهم اساس الالوان الى ان احنا نبدا نتقدم ونتوسع في النظريات دي، واخيرا هنوصل لتطبيق النظريات اللي احنا اتعلمناها ديت في تطبيقات عمليه. اول كتاب معانا هو كتاب شهير جدا ويمكن اشهر كتاب عن الالوان حتى الان، كتاب اسمه Interaction of Color بواسطة الفنان جوزيف ألبير، واللي كان كمان بروفيسور ومعلم عظيم في الباو هاوس، وكتب كمان الكتاب ده في سنة 1963، يعني تقريبا من 62 سنة. وده لوحده يدل على أهمية الكتاب وقوته، وهو ان في خلال ال 62 سنة دول ما طلعش لغاية دلوقتي كتاب واحد قدر يحل مكانه. وما تقلقوش، كالعادة مع أي كتاب من الكتب القديمة المشهورة ديت الكتاب ده تم مراجعته كل فترة علشان يبقى على طول updated وعلى أحدث التغيرات والاكتشافات الجديدة في عالمنا. الكتاب بيبدأ بانترودكشن بيتكلم فيها عن قراءة الألوان واستوعابها، بعد كده بيخش يتكلم عن البرايتنس والانتنسيتي، وبعدها بيتكلم عن حدود الألوان وتلامسها والانتراكشنز ما بينهم. وكل ده يعتبر كلام تطبيقي بالفعل بس بطريقة غير الطرق المنهجية اللي احنا متعودين عليها، اللي هي الكالور سيريز والهارمونيز وغيره. وجوزيف بيقول إن قبل ما تبدأ تعدي على النظريات بتاعة اللون دي اصلا لازم تعدي على التجارب اللي موجوده في الكتاب ده الاول. الكتاب بيعرض امثله وبيسال عنها سؤال او بيقدم مشكله فيها، وبعد كده بيحل المشكله دي ويعرفك ازاي تحلها بعد كده. الكتاب ده زي ما قلت هو كتاب تطبيقي وتفاعلي بس في ناحيه مختلفه خالص عن التصميم واللي احنا متعودين عليه في العادي. الكتاب ما بيعتمدش على ارقام وعلاقات سيستماتيك وغيره، كتاب تطبيقي من ناحيه ان هو بيخليك تحاول تحس وتستوعب الالوان وتقدر تستوعب وتفهم العلاقات ما بين الالوان. دي حاجة ممكن ما تعجبش بعض الناس لو هم عايزين يخشوا يطبقوا ويشتغلوا على التصميمات على طول، بس الكتاب ده مهم لان هو الاساس اللي هتبني عليه بعد كده العملي بتاعك واللي هتبني عليه النظريات بتاعتك اللي هتتعلمها. المصمم الكويس بيصمم عن فهم وعلم وتطبيق وخبرة، مش عن تطبيق وخبرة بس. طولت عليكم في المقدمة فكفاية كده. اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة فات جرافيكس، امير هوست عز حجاج، ويلا بينا. بيبدأ جوزيف الكتاب بمقدمة بيقول إن اللون يعتبر ما بيظهرش قدامنا أبدا بالطريقة الفيزيكال أو الفيزيائية بتاعته، بل عينينا واستقبالنا ليه بيغيره، وإن عشان نقدر نستخدم اللون صح لازم نعرف الأول إن الألوان بتخدع عينينا وبتخدع البرسبشن بتاعنا. هو بيقول لنا إن نفس اللون ممكن يديلنا كذا إحساس مختلف ومظهر مختلف، وإن بدل مجرد إنك تبدأ تطبق قواعد اللون وعجلة الألوان والكلام دوت كله لازم تبقى فاهم ازاي الالوان ديت بتتفاعل مع بعضيها. ومن هنا بيجي اسم الكتاب Interaction of Color، وهنا بيبدأ انه يعرف مسار الكتاب وان هو مش هيبقى كتاب عن نظريات الالوان زي الكالر سيريز والكالر هارمونيز، ولا هيبقى كتاب عن فيزياء الالوان، بل هو مجرد كتاب هدفه النهائي ان يخلي عندك احساس انك تقدر تتذوق اللون وازاي تلاحظه وازاي تعبر عنه. وبيشبه الموضوع بالموسيقى، وان مجرد معرفتك لفيزياء الصوت او لنظريات الموسيقى والميوزك سيريز ده ما بيخلكش لاعب جيتار ولا لاعب بيانو. نفس الكلام ده بيتطبق في الالوان، مجرد معرفتك بالكالر سيوري وكالر هارمونيز او بفيزياء الضوء والالوان ده ما بيخلكش مصمم او فنان. وبيأكد علينا ان الالوان ما بتتشافش بالحقائق الفيزيائيه، بل في حالات كتيره بتتشاف بالتأثيرات العقليه والنفسيه. بوينت 1، تذكر اللون. بيقول لو عندنا 50 شخص في اوضه وقلنا لهم كلمه ريد بمعنى احمر، كلهم هيجي في دماغهم اللون الأحمر، ومن المؤكد ان كل شخص من ال50 شخص دول
درجة الأحمر أو الشيد بتاعت اللون الريد اللي جه في دماغه مختلف عن اللي جنبه. بل وإن كمان لو حددنا درجة من الأحمر زي مثلا كوكاكولا ريد، فبرضه مؤكد إن كل شخص هيبقى في دماغه درجة مختلفة. وده بيثبت إن صعب جدا إذا لم يكن مستحيل إنك تتذكر الألوان. وده بيدل على إن الذاكرة البصرية أصغر أو أضعف بكتير من الذاكرة السمعية، بحيث ان الشخص يقدر يحدد لحن ما بعد ما يسمعه مرة او مرتين. بس حتى لون كوكاكولا ريد اللي بنشوفه طوال حياتنا عمرنا ما نقدر نفتكر الشيد بتاعته بنسبة 100% صح، ودايما هيجي في دماغك وهتفتكر درجة مختلفة منه. بوينت 2، قراءة اللون. كان قبل كده في كلام ان الحروف كل ما بيبقى شكلها ابسط كل ما بيبقى قراءتها اسهل، وده كان اعتقاد طالع لما الناس كانت فاكرة ان احنا بنقرأ حرف بحرف. بس بعد كده تم اثبات ان مفيش حد بيقرأ حرف بحرف، دي ما عدا ممكن الاطفال لسه صغيرين. كلنا بنقرأ الكلمات كلها على بعضها مرة واحدة. وتم اثبات وقتها ان اختلاف شكل حرف عن التاني هيؤدي الى تنوع اكبر واختلاف اكبر في اشكال الكلمات، مما هيؤدي الى قراءة اسهل. في الموسيقى محدش بيسمع اللحن نوتة بنوتة ويتعرف على الموسيقى، بل انك بتسمع اللحن كامل، النوتة وقوتها وارتفاعها وعلاقتها مع النوتة اللي بعدها والنوتة اللي قبلها. وبنفس الطريقة زي ما في القراءة الحروف ما بتتقريش لوحدها، وفي الموسيقى النوتات ما بتتسمعش لوحدها، فاللون برضو نادرا ما بيتشاف لوحده. بوينت نمبر 3، نسبية اللون. لو افترضنا ان عندك 3 كونتينرز كوبايات او ايا يكن جواهم ميه، واحده سخنه وواحده بدرجه حراره الغرفه وواحده ساقعه، وحطيت ايدك الشمال في الميه السخنه وايدك اليمين في الميه الساقعه في نفس الوقت، هتحس في كل ايد باحساس. الشمال هتحس بالحراره واليمين هتحس بالبروده. لكن بعدين شلت ايديك الاتنين من كل كونتينر فيهم وحطيتهم هما الاتنين في الكونتينر اللي جواه الميه الدافيه اللي بدرجه حراره الغرفه. وقتها الايد الشمال اللي كانت في الميه السخنه هتحس بالبروده، والايد اليمين اللي كانت في الميه الساقعه هتحس بالحراره. مع ان الميه والكونتينر التالت اللي انت حاطط ايدك فيه ده ما هواش ولا سخن ولا ساقع، بل هو مجرد درجه حراره الغرفه. دي حاجه اسمها الهابتيك إيلوجن، او بمعنى اخر الوهم الحسي. وبنفس طريقة الهابتيك إيلوجن بالظبط الألوان بتخدعنا، وعشان كده هتلاقي إن في أوقات كتيرة نفس اللون بيبقى شكله مختلف من حالة لحالة. وهنا بيجي أول إكسرسايز من جوزيف، وهو إننا نعمل الإيلوجن ده. ببساطة تعمل مربعين بنفس الحجم واللون، وتحط كل واحد فيهم على أرضية بلون مختلف، وتحاول تختار لون لكل أرضية يخلي المربعين اللي نفس اللون كل واحد فيهم يبان لونه مختلف عن التاني. وده بينتج ببساطة عن طريق تغييرك لحاجتين في لون الأرضية، الهيو والبرايتنس. أنصحك تفتح الإليستريتور وتقعد تجرب لغاية ما تطلع بنتيجة مناسبة أنت كمان. أو لو أنت شخص ليك أكتر في التراديشنال آرت تقدر تطلع الألوان بتاعتك وتقعد تجرب على الكانفاس بتاعك. التجارب الصراحة في الكتاب ده كلها فن وممتعة وفعلا بتديك فيلينج بالألوان. ده كان أول فيديو من كتاب انتراكشن اوف كولر. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك اند سبسكرايب. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبس كده.